كل عام كتعاود نفس الهضره، كتقول هاد العام ماشي بحال الاعوام الاخرين. هاد العام غادي نزير راسي وغادي نولي منضبط. هاد العام هو اللي غادي نبين فيه شكون انا، وغنبين لكلشي باللي قادر نوصل لداكشي اللي بغيت. هاد العام هو اللي ما غادي نخلي فيه حتى شي درس يفوتني الا وانني حفظته ودرت فيه التمارين. ولكن علاش هاد الهضره كتقولها غير في الاول ديال العام، ولكن كتعاود دير نفس الاخطاء اللي طحتي فيهم الاعوام اللي قبل، وكتحس بالاحباط والفشل. داكشي علاش جيت في هاد الحلقه، باش نوريك الطريقه الصحيحه باش تبدا السنه الدراسيه ديالك بقوه، وغادي نعطيك نصائح اللي غادي يخليوك تفوق في الدراسه ديالك وتدوز احسن سنه دراسيه. وما تنساش تفرج في الفيديو كامل من الاول حتى الاخر، حيت غادي تندم من بعد الا ما تفرجتيش. وما تنساش دير لايك وابوني، ما غاديش تضرك ولكن غادي تنفعني. نبداو الفيديو ديالنا. كيف ما كنعرفوا، في البدايه ديال عام جديد الاغلبيه ديال الطلاب كيجيهم مزيج ديال الحماس والقلق في نفس الوقت. الحماس ديال انه باغي يصلح الاخطاء اللي دار من قبل ويجيب نقطه زوينه وينضبط ويفرح والديه قبل ما يفرح راسو، والقلق ديال واش غادي يقدر يدير هذا الشيء ولا غير الموتيفاسيون ديال بدايه السنه، وكيخاف انه يرجع يتعاون عاوتاني. داكشي علاش العوده للمدرسه ضروري خاص دير ليها واحد الخطه وتنظم وقتك وتحقق التوازن ما بين القرايه والانشطه الاخرى ديالك. واول حاجه خاصها تكون عندك باش تضمن بدايه موفقه هي التفاؤل والثقه. تقدر تخلي البدايه ديال السنه فرصه باش تحقق واحد التغيرات ايجابيه في حياتك الدراسيه والشخصيه، وهاد التغيرات ما يمكنش يكونوا الا ما هيئتيش راسك نفسيا ومعنويا، حيت هذه خطوه مهمه واللي كلشي كيغفل عليها، حيت الجانب النفسي في الدراسه كيلعب دور كبير. داكشي علاش ملي تبغي ترجع للمدرسه ما تركزش على السلبيات، بحال مثلا جبتي نقطه خايبه في العام اللي قبل او لا عاودتي العام. المهم هو انك ما تخلي حتى شي حاجه تاثر فيك كيف ما بغات تكون، وركز على الايجابيات ديال الرجوع للدراسه، بحال اللقاء مع الاصدقاء ولا تتعلم شي حوايج جداد. وهذا الشيء هو اللي كيتسمى بالتفكير الايجابي، واللي غادي يخليك داخل المدرسه بواحد النفس جديده وزوينه. ودابا بعد ما وجدتي راسك نفسيا، خاصك تحط اهداف، تكتب داكشي اللي بغيتي تحقق في العام الدراسي ديالك. مثلا تقدر تكون باغي تجيب نقاط عاليين او لا تشارك في شي انشطه. المهم كتب داكشي اللي باغي توصل ليه، باش ملي تجيك واحد الفتره تحس بحال اللي بديتي كتفشل، تعاود تشوف الاهداف ديالك وتعاود تنوض تكمل. وثاني حاجه واللي هي الروتين اليومي. الرجوع للمدرسه كيتطلب تنظيم الوقت وتلتزم بهذاك التنظيم، حيت هذا الشيء غادي يعاونك باش تحقق التوازن ما بين القرايه والانشطه اليوميه ديالك. وباش دير هذا الشيء خاصك تكون داير واحد الجدول يومي وتحدد فيه اوقات الدراسه والراحه والنعاس. وما تنساش دير حتى الانشطه الترفيهيه باش ما تبقاش غير مع القرايه حتى تعيي عقلك. ضروري الا ساليتي القرايه ديالك تفرج في شي مسلسل عزيز عليك ولا خرج مع صحابك. حاول غير تجنب السوشيال ميديا، حيت هي اللي ما غاديش تخليك تقرا. وإلا بغيتو ندير فيديو على اثر السوشيال ميديا عليك وكيفاش تحيدها كتبوها في الكومونتيرات. وثاني حاجه خاصك تجنب التسويف، يعني الا بغيتي دير شي حاجه ما تستناش حتى تكون الظروف مناسبه عاد تبدا. ديما فاش تبغي تبدا توكل على الله وما تاجلش، ما تخليش داك الشيء يتراكم عليك. وثالث حاجه واللي الاغلبيه حتى هي كيعملوها واللي هي النعاس. راه الا ما قديتيش نعاسك هاد الشيء غادي ياثر على التركيز والاداء الدراسي ديالك. داكشي علاش خاصك دير واحد التوقيت تبقى تنعس فيه ديما، وتوقيت تبقى تفيق فيه ديما، ونعس الساعات ديالك الكافيين باش دماغك يرتاح. وهنا غادي ننصحك بواحد التطبيقات ديال تنظيم الوقت واللي غادي يعاونوك بزاف باش تنظم وقتك ويبقاو يفكروك بالمهام اللي عندك. ودابا غادي ندوزو لواحد الحاجه واحده اخرى مهمه واللي هي مهارات الدراسه. باش تدوز واحد العام زوين وتتمتع بالقرايه ديالك عوض ما تحس بالملل وتكون ما حاملش تقرا، فراه لابد تنمي مهارات الدراسه، وهذه غنهضروا عليها بوحدها في فيديو اخر. وراه الا درتي غير التمارين ديالك
وراجعتي دروسك وتعامل مع الامتحانات بفعالية، هادشي غادي يزيد لك الثقة في راسك وفي الأداء ديالك، وغادي يخليك تحس بالراحة والاطمئنان. ودابا غادي ندوزو لواحد المحور آخر، وهو التعامل بتكتيك. وما ننساوش أن التعامل مع الأساتذة والتلاميذ بلا باقة واحترام كيلعب واحد الدور كبير باش تبني واحد البيئة اللي كتعاونك على القراية بشكل صحيح. وهادو خطوات صغيرة باش تطبق هادشي اللي قلتلك. أول حاجة، بدا نهارك بواحد التحية للمعلمين والأصدقاء ديالك. عرف كيفاش تهضر مع الآخرين وتجنب تقاطع شي واحد وهو كيهضر. هضر بطريقة محترمة وتجنب النقاشات. عاون صحابك وشارك في الأعمال الجماعية بإيجابية. وآخر محور هو الدعم الحقيقي، وهذه رسالة للوالدين: ما تكونوش قاصحين مع وليداتكم وما تنقصوش منهم بالمقارنة ديالهم مع ناس آخرين، حيت راه كل واحد وكيفاش كيستوعب، كل واحد والظروف ديالو. داكشي علاش الوالدين خاصهم يكونوا سند لوليداتهم، حيت راه في هاد الفترة التلاميذ كيكونوا محتاجين اللي يدعمهم واللي يوقف معاهم حتى يوصلوا لداكشي اللي بغاو. وختاما لهذا الفيديو غادي نقول لكم باللي الرجوع للمدرسة هي واحد البداية جديدة وفرصة باش تحقق التميز، وهذا الشيء غادي توصل ليه بالاستعداد الجيد من الأول، وما تخلي حتى شي حاجة تفوتك، حيت النجاح كيجي من الجهد المستمر والتفاؤل. داكشي علاش ديما تفاءلوا خيرا تجدوه. الله يوفقكم كاملين.